رب العالمين. هذا واحد سبحان الله من أصدقائي، واتصل بي مرة وهو متأثر يعني، وهو إمام وخطيب ورجل يعني خير وله مجال في الدعوة، متأثر. قال يا أبو عبد الرحمن اليوم صارت عندنا مصيبة في البيت وكذا. إيش القضية؟ قال يا شيخ بنتي عمرها 14 سنة واكتشفت أن عندها جوال وإحنا ما ندري وتغازل. قلت 14؟ قال لي والله 14، مع أني يا شيخ البنت تدرس في التحفيظ، مدرسة تحفيظ القرآن الصباح، والعصر تذهب مع أمها إلى مركز نسائي يوميا يكون عندهم ألعاب وأحيانا تحفيظ وأحيانا مسابقات. والبيت يا شيخ ما عندنا قنوات فاسدة ولا ما عندنا إلا قناة كذا وكذا من القنوات المحافظة. والله يا شيخ أنا ما أدري كيف البنت كيف جاء هذا الفساد، تغازلين أم 14 وجوال، كيف وصل لك الجوال؟ فسألت سؤالا، قلت هل أنت تدعو دائما لأولادك بالصلاح؟ قال ايش دعوة يا شيخ محمد، عيالي صالحين ما يحتاجون دعاء. بهذه العبارة يقول يعني أنا ضامن، أنا بذلت الأسباب، يحفظون قرآن، عندهم أصدقاء معينين، البنت ما له داعي يا بنت يكون معك جوال، في تلفون البيت وفي جوال أمك إذا تتصلين بك كما تشائين، لكن جوال شخصي لا. يقول فأنا عندي ضوابط معينة رأيت أني سلكت بها السبيل إلى صلاحهم. فقلت له والله يا أخي مهما بذلت إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لا تظن أنك تستغني عن إعانة رب العالمين. يا أخي هذه الإعانة ما استغنى عنها الأنبياء، أنبياء وهم أنبياء يقولون أصلح لي في ذريتي. لما ذكر الله تعالى دعاء المؤمنين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني أنت ستكون خيرا من أولئك. فأنا أقول مهما بذل الإنسان أيها الإخوة والأخوات من أسباب صلاح أولاده، سواء من أسباب صداقاتهم أو عمل تحكم جيد كنترول جيد على البيت، لا يستغني أن تقول في صلاتك في ليلك أو في أوقات الإجابة أن تدعو الله تعالى بصلاح أولادك. وأصلح لي في ذريتي دائما، وأصلح لي في ذريتي. اجعل هذا من أعظم وأهم وأكثر الأدعية التي لا ينكف عنها لسانك، واستعن بالله سبحانه وتعالى عليهم. وأصلح لي في ذريتي.